فواكه اللحمة ولحمة الراس ادينا كتير ما عملناهاش، عملتها لكم بطريقة جميلة وبصراحة يعني سهلة خالص ان انتوا تعملوها، ولادكم هيحبوها. عملتها في مكون كمان حطيته على اللحمة عشان تستوي بسرعة. المكون ده سحري سحري للغاية. طبعا هقوله وانا بعملها هبين المكون بتاعي اللي هيخلي اللحمة تستوي بسرعة. لا تقولي شوية سكر ولا بيكنج باودر. الحاجة دي هتسوي اي لحمة كبيرة في السن، هتسويها بطريقة سريعة جدا. حبايبي اللي لسه مشتركوش في القناة يا ريت تشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصلوك كل جديد من وصفاتي طبعا، ولايك الجميل منكم اللي بيرفع الفيديو على اليوتيوب. يلا بينا نشوف الطريقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. طبعا بقى هندخل النهاردة على فواكه اللحمة. ادينا فترة كبيرة ما عملناش فواكه اللحمة. ادي لحمة راس عندي، بسم الله ما شاء الله عليها، جميلة وطازة وكده. طبعا الكمية اللي انت هتعمليها اعمليها، ممكن تبدأ بنص كيلو، مفيش مشاكل خالص. يعني هو ده في حدود نص كيلو. عندي هنا طماطم عصرتها في الخلاط، وعندي توم طلعت توم مفروم لو عندك فريش يبقى افضل، وعندي بصلايه كبيره، وعندي التوابل بتاعتي ملح طبعا هحطه في الاخر، والفلفل والبهارات اللي انا عاملاها. مش محتاجه توابل اكتر من كده عشان الطعم بتاعي ما يختفيش او ما يروحش. هنا بقى هنبدأ نعمل مع بعض على البوتاجاز بقى لحمة راس بطريقة مختلفة وهتحبيها وتدمنيها. يلا بينا على البوتاجاز. طبعا الراجل كان حاطط حتة دهنة او سمينة، ابتديت ان انا اسليها وحطيت عليها معلقتين كده كبار من الزيت. هبدأ انزل بالبصلة بتاعتي وهبدأ ان انا اقلب لغاية ما البصلة تدبل معايا خالص. طبعا لو مش عايزاها متسبكه على الاخر هتبتدي ان انت تحطي التومه في الوقت ده. انا هبدا بقى اعمل تسويه جميله كده، هبدا انزل بلحمه الراس اللي عندي وهقلبها كده مع البصله بتاعتي تقلبتين حلوين قبل ما احط الثوم. هقلب طبعا كده بتاخد من ريحه البصله وبتتشوح، يعني بتاخد صدمه كده برضو ان هي بتحتفظ بالقيمه بتاعتها وبالسوائل بتاعتها اهو، عشان ما ينزلش اي دم منها بالشكل ده كده. واقلب كده اللحمه بتاعتي ابتدت ان هي تاخد لون كده اهي. طبعا انا مش هسبكها اللي هي التسبيكه الجامده عشان اللي معدته تعبانه او كده. هبدا انزل بالثوم بتاعي واقلب لما تقلبوا كده ويشربوا من بعض خالص كده. تمام التمام. هبدا بقى انزل بالصلصه او الطماطم بتاعتي بسم الله، وهنزل بالتوابل بتاعتي. وما ننساش الطماطم لازم طبعا ليها كده نص معلقه صغيره من السكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم. المكون بقى السحري اللي احنا هنحطه مع اللحمه بتاعتنا عشان يسويها، ايه هو المكون ده؟ شايفين ايه ده؟ نوى البلح. طبعا احنا بناكل البلح ونرمي النوى، لكن النوى ده كنز عظيم جدا جدا ومفيد في انه يسوي اللحمه بطريقه سريعه. طبعا احنا الى جانب ان احنا ما حطيناش الملح عشان تستوي بسرعه. هنحط برضو 3 نوايات كده اهو على السنه، 3 وحدات احطهم معاها، وابتدي بقى اغطي وازود شويه ميه لغايه ما تقصر خالص، واشوفكم بعديها. طبعا عشان مطولش الفيديو هبدا ان انا ازود ميه كده مع نفسي ونشوفها بعد ما تستوي.
ودي اللحمه بتاعتنا استوت وجميله جدا اهي، يعني بقت كده عامله زي الكريمه دايبه خالص. هبدا بقى ان انا احطها مجهزه معايا طاجن بورسلين. هحط طبعا اللحمه فيها وادخلها كده تحت الشوايه تاخد لي كده ايه شكل جميل وطعم هيبقى اجمل واجمل. هحطها في الفرن وارجع لكم. ودي احلى لحمه راس بتاعتنا بطريقه تحفه وجميل بعد ما طلعت من الفرن. شايفين الشكل كده لوحديه بيشهي يعني. لو واحد ممكن ياكل كيلو، بس طبعا ما تكتروش عشان الفاتس اللي فيها اللي هي الدهون اللي فيها طبعا والكوليسترول والكلام ده. يا ريت تعجبكم الطريقه وتنفذوها. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. احبكم في الله، مع السلامه.